السلام عليكم ومرحبا بكم ايها الاخوان والاخوات في قناتكم مطي انفو. في هذا الفيديو غنهضروا على باك حور 2024. الاخوان والاخوات، ديما كنحاول انني ندير الفيديوهات نجاوب على اي سؤال ربما غيجيك في بالك. ربما تيكون الناس اللي اول مره غيديروا باك حور ما عارفينش، خاصني نوصل لكم رساله باش كلشي يفهم. الفيديو ديال اليوم غنهضروا على واش ممكن اي شخص يمشي يقدم الملف ديالك، يعني واحده تعطي، واش اي شخص تقدر تعطيه الملف ديالك يمشي يدفع في المديريه، او لا انت شخصيا اللي خصك تمشي بزز منك انت اللي غتمشي شخصيا. والا سلمتيه واش كتسلم وكتمشي في حالك، وشنو تيكون اش من الاجراءات اللي تيكونوا، فين كتمشي في المديريه وغيرها. يعني هاد الاسئله غنجاوب عليهم بالتفاصيل. الاخوان، انت ملي كتجي الملف ديالك صافي جمعتيه كامل، الملف ديالك جمعتيه، كل مديريه كتقول لك ها هما الوثائق اللي غتجيب، من بينها فوتوكوبي لاكارت، الصور، وداك باش سجلتي، وهذاك ديال سميتو ثم هذاك ديال الغش وغيرها. كتجمع الدوسي تاعك كامل، كدير في واحد الظرف كبير، ولا كدير في واحد لونفلوب كبير، كتجمع فيه الوراق ديالك. صافي جمعتي الوراق ديالك كلشي مزيان. واش انت بزز منك انت اللي غتمشي حيت غتمشي لتما غتسني شي حاجه ولا هكا، ولا غتعطيها لاي واحد؟ هاني غنجاوب عليه. هذا تقدر تعطيه لاي واحد، تقدر تعطيه الملف يمشي يدفعو في المديريه. اي شخص تقدر تعطيه الملف ديالك يمشي يدفعو، غير بينك وبينه خصو يكون غير ثقه، ماشي تعطيه الملف ويمشي وما يدفعوش. ولا شي واحد بغا فيك الخدمه وتعطيه الملف ويمشي، عطيه خوك، اختك، اي من العائله، اي شخص اللي كتثق فيه كيدفعو عادي. ملي كيدفعو اشنو كيوقع؟ كيمشي الخاص في المديريه، كيمشي لبلاصه ديال مركز الامتحانات، كيوصل غير تما غيلقى تما اللي تيقبل، يقول له راه بغيت ندفع باك حور، كيقول لك ارا، اما تيقول لك هما اللي تيستقبلوا، اما تيقول لك سير دفع على حسب كل مدير شنو كدير. اما هما في الاستقبال تيستقبلوا، بلا تيقول لك غير ارا لي الملف، كيشوفوا الوثائق واش هما هادوك، واما تيقول لك سير دخل داك المركز ديال الامتحانات كتعطيهم صافي. وكيعطيك واحد واصل كتاخدو، كتحتفظ بداك الوصل، داك الوصل اللي بيعطيوك كتحتفظ به. هذاك الشخص اللي بغيتي تصيفط مثلا يمشي يشد لك يدفع لك الملف ديالك، قول لي داك الوصل احتفظ به، ما يمشيش يتوتر ليه. غادي تقول لي دابا شنو هو الهدف من داك الوصل؟ الهدف منه هو انك ملي كيطلونسوا مثلا ما لقيتيش سميتك، مثلا انك بتدوز باك حور، مشيتي مثلا وقع مشكل في السيستم، كتمشي عندهم كتحتج، كتقول لهم الدير راه ما لقيت سميتي، اذا شنو كاين المشكل؟ يقول لك ما تسجلتيش. لا تسجلت، كتعطيهم داك الوصل هو الحاجه الوحيده اللي كتثبت انك تسجلتي. حيت هما راكم عارفين ممكن يخطأ الانسان، ممكن مثلا في السيستم ما تعرف اي حاجه ممكنه. هذاك الوصله هو المبرر الوحيد، هو باش كيعرفوا انك دفعتي الملف ديالك، هو المبرر، حيت انك تسجلتي في السيت باينه. ولكن واش دفعتي الملف هو اللي ما باينش. دفعتي في السيت باين، راه في السيت كطلع انك باين انك مسجل، ولكن واش دفعتي الملف في المديريه هذاك هو اللي ما باينش. باش كنعرفوا احنا انك دفعتي الملف في المديريه هو هذا الوصل، بمعنى تقدر تدفع، ما كاين لا سيناتور لا والو تما عندهم. انت الوثائق اللي بيدفع، لقيتي تما شي حاجه تسنيها، راه كتسنيها تما من عندك، كتسمع الملف ديالك كتعطيه لاي واحد، ممكن يدفع لك اي واحد الملف ديالك بشكل عادي جدا. لا انت تمشي نيت، انا غير كنهضر على الناس اللي مثلا شي واحد كيلقى مثلا شي واحد، مثلا واحد جمع الملف ديالو يوم الجمعه مثلا، جمع الملف ديالو، الملف ما جمعو حتى الاخر، بقاو لي شي وثائق كملهم يوم السبت مثلا، بحال يصور وداك الشيء الملف وداك الشيء اللي ساهل راه بقى. اما التسجيل ومشى هذيك الشهاده الطبيه، داك الشيء الامر اللي بيديروا الاعفاء، جمع الوثائق ديالو وبيسافر يوم السبت ولا بيسافر يوم الاحد، يعني يوم الاثنين هو ما غاش يكون. تقدر تعطيه لاخوك ولا اختك ولا اي واحد. كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.